كابتن حلمي طولان، انا جبت لك اللوحه بتاعتك اهو، جبت لك اللوحه اللي بتحبها. المدرب من دول بيقعد على القنوات ويقعد هنا على الاستوديوهات التحليليه يقول لك الفريق المفروض يلعب بكذا، واللاعب ده يعمل كذا، والمدرب يغير كذا، والمدرب يعمل ويسوي. واول ما يمسك فريق تحس ان هم كلهم عباره عن شويه هجاصين. اللي حصل النهارده مع منتخب مصر ما هو الا فضيحه. المنتخب لا فيه شكل ولا اداء ولا تكتيك ولا اي حاجه في الملعب. انت النهارده المنتخب الاردن بيهزقك في الملعب. النهارده منتخب الاردن بيحفل عليك باللاعب الاحتياطي، يعني مش باللاعب الاساسي. ومحدش يقول لي ان منتخب مصر بيلعب بالمنتخب الثاني، ما كناش رحنا يا جماعه. لو احنا كنا هنظهر بالطريقه دي ما كانش منتخب مصر راح. النهارده اللعيبه حتى مش عارفه تلعب كوره. تلاقي اللاعب من دول يقول لك انا عايز 40 و50 مليون على ايه؟ ده انت مش عارف تلعب كورة. انت مش عارف تباص كوره اصلا، مش عارف تلعبها. الباص نفسه مش عارف تعمله. انت لو عديت الباص اللي عملته النهارده كميه الاخطاء اللي فيه تعدي 80 او 90% اصلا من الباصات. فاللعيبه دي اصلا جايه منين؟ اللعيبه دي تحسها ما عندهاش اساسيات الكوره اصلا، ولا تحسهم ان هم بيلعبوا في دوري ولا في انديه. ومحدش برضه يرجع تاني يقول اصل احنا بنلعب بالمنتخب التاني. ما كناش رحنا يا جماعه، ما كناش رحنا. لكن انت تروح بطوله كبيره زي دي مشارك فيها كل العرب وتروح تحت ستاره ان انا بلعب بالمنتخب التاني ومحدش يحاسبني؟ لا، انتوا كلكم عباره عن شويه فشله. اللي حصل ده بعيد عن ان هو فشل، دي فضيحه هتفضل موجوده في تاريخ مصر لحد اخر العمر. فاللي حصل النهارده مع منتخب مصر عباره عن فضيحه مش هتتنسي نهائي. تعالى بقى لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره انا بقول لك اهو شويه فشله. حتى في اختيارهم لمدرب المنتخب الثاني جابوا هنا مدرب حلمي طولان اللي هو اصلا على مشاكل مع كابتن حسام حسن. كان كل يوم يطلع هنا في قناه وثانيه وثالثه ورابعه يشتم في حسام حسن. فطبيعي ان مش هيكون في تعاون ما بينهم. طبيعي ان كابتن حسام حسن مش هيساعد كابتن حلمي طولان، وطبيعي ان كابتن حلمي طولان مش هيطلب مساعده من كابتن حسام حسن. المفروض اللي كان يحصل قبل البطوله ان انا اجيب الاثنين مدربين، كابتن حسام حسن كابتن حلمي طولان. يا كابتن حسام انت مش عايز اللعيبه الفلانيه او بنسبه 90% اللعيبه دي مش هتشارك معاك، لا خليها هنا للمنتخب الثاني. لكن اللي حصل عكس كده، جاب اتنين يعتبر هم اعداء بعض، كل شويه يطلعوا يشتموا في بعض وعايزهم يتعاونوا مع بعض. فطبيعي هنا تكون النتيجه كده. التخطيط السيء لازم يكون هنا وراه نتيجه سيئه. واللي تحمل كل ده منتخب مصر. فضيحه هتفضل هنا مع منتخب مصر عشان خاطر شويه فشله. خاطر شويه فشله ما تعرفش هم بيديروا ايه او بيعملوا ايه. وطول ما الفشله دول موجودين منتخب مصر مش هتقوم لقومه. احنا خلاص خلصنا كاس العرب، استنى بقى الفضيحه الكبيره. لو استمر كل شيء بالطريقه دي هتضحك كمان على منتخب مصر الكبير. بالطريقه دي مش هنكمل في اي بطوله، والفضيحه الكبيره هتكون في افريقيا.